العلم في الإسلام يهتم بكل علم ينفع الناس في حياتهم. لا يجوز أن نفهم العلم في الإسلام على أنه يعني فقط العلم بأحكامه وآدابه، وأنه لا شأن للإسلام بالعلم الكوني، ذلك أن الإسلام جاء شاملا لضروب النشاط الإنساني كافة ومنها البحث الكوني. وقد أمر الإنسان بأن يعمر هذا الكون المسخر له، وذلك يعني في الوقت نفسه أن الكون المشاهد خاضع لإدراكه وبحثه، وأن ظواهره ليست بالشيء الغامض الذي لا يفسر، وأن بمقدوره الاستفادة من الكون واستغلال خيراته على أوسع نطاق لتأمين حياته ورفاهيته. يقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ويقول تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وتوجيه القرآن في هذا الصدد هو تأكيد لروح المنهج العلمي الصحيح الذي يدفع الإنسان إلى محاولة استكشاف ما هو مجهول من هذا الكون وظواهره، على أساس من الثقة بقدرة الإنسان وبالعلم. العلم في الإسلام شامل كل مظاهر الحياة، ومما له دلالة على أن العلم في الإسلام غير محدود بحد معين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وهذا هو ما يفتح الباب واسعا أمام العقل ليستنبط من أنواع العلوم ومنها ما يتعلق بشؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها مما لم يرد فيه نص. وتأمل المعنى في قول الإمام فخر الدين الرازي في هذا الصدد عند تفسيره لقوله تعالى: وشاورهم. الشورى في الإسلام وآثارها. وقد نطقت أحاديث كثيرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير المشاورات لأصحابه. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبحت هذه المشاورة قاعدة شرعية، ولذلك قال الحسن وسفيان بن عيينة: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنة في أمته. ومع أن الرسول كان أكمل الناس عقلا، إلا أن علوم الخلق لا متناهية، فلا يبعد أن يخطر ببال إنسان ما لم يخطر على بال إنسان آخر من وجوه المصالح، ولا سيما فيما يفعل من أمور الدنيا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ولذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. ومعنى هذا أن مصالح الناس كثيرة ومتشعبة ولا يمكن تحديدها، وتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. دراسة العلوم الحديثة عبادة لله وفرض على المجتمع لا حد إذن في الإسلام لما يمكن أن يستنبطه العقل البشري من أنواع العلوم التي تتعلق بمصالح الناس المتغيرة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وهذا هو الذي دفع فقهاء الإسلام إلى اعتبار الصناعات مثلا فروض كفاية، والصناعات تقوم على أساس العلم المادي، فعلوم مثل الطبيعة والكيمياء والحياة والطب والهندسة والزراعة وغيرها لازمة للمجتمع ودراستها عبادة، وهي أيضا فروض كفاية. وقد قال بعض الفقهاء أيضا، وهذا يدل على عمق النظرة، إنه يتعين على ولي الأمر أن يدبر الصناعات اللازمة للمسلمين والتي يسبب فقدان أي منها حرجا للمسلمين، فإذا لم يفعل ذلك يكون آثما لأنه يوقع المسلمين في الحرج. العلم في الإسلام كل علم يقضي على الجهل، ولا تعارض بين العلم والدين في الإسلام. وحسبنا أن نشير في هذا الصدد إلى ما يقوله الإمام الغزالي منذ 9 قرون في كتاب الإحياء علوم الدين تحت عنوان بيان العلم الذي هو فرض كفاية. أما فرض الكفاية من العلوم المحمودة فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان
وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها. وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد ممن يقوم بها لا حرج، فلا يتعجب من قولنا أن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات، فالفلاحة والحياكة وغيرهما كذلك. نخلص مما سبق إلى أنه ليس صحيحا أن العلم الذي يدعو إليه الإسلام هو العلم الديني فقط، وإنما المراد به كل علم يدفع الجهل، سواء في مجال الأمور الدينية أو الدنيوية، ومن ثم لا تعارض بين الدين والعلم في الإسلام بحال من الأحوال.